اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. هشارك النهارده معاكم يومي كحياة طالبة ثانوية عامة، وكمان هشارككم حبة اسرار بعملها وانا بذاكر بتخليني اركز جدا. يلا نبدأ. تعالوا اقول لكم على حبة حاجات بعملها كده وانا بذاكر قبل ما نبدأ يومنا. اول حاجة يا جماعة عشان نوصلوا لاعلى قمة في التركيز ان احنا نكونوا نايمين اقل حاجة 7 ساعات اصلا، يعني ال6 ساعات دولت قليلين جدا. وتاني حاجة لازم نثبته مكان معين نذاكره فيه على طول، يعني ما يكونش مكان احنا بنقعده فيه في اي وقت. لازم يكون مكان مهيأ للمذاكرة، مش بنقعد فيه غير في المذاكرة بس، عشان عقلنا يستوعب اول ما نقعد في المكان ده ان احنا هنذاكر. وبعد كده حاجات بسيطة برضو بس بتفرق، ان احنا ممكن نخصص مج معين واحد بس للمذاكرة، بحيث ان احنا منشربش فيه غير في المذاكرة. ده بيدي لمخنا اشارة كده ان احنا خلاص داخلين على وقت مذاكرة، وهو تلقائيا بيركز لوحده. وفي حاجة مهمة برضو، طريقة المذاكرة نفسها بتفرق، ان احنا مش بنقعد يعني بالساعتين والتلاتة كده متواصل مذاكرة. احنا بنذاكره بطريقة القوالب الزمنية، اللي هي 50 دقيقة مذاكرة و10 دقايق بريك. ال10 دقايق بريك دولت احنا بناخدوهم، بس مش بنقعدوا فيهم على السوشيال ميديا، عشان طبعا مش هيبقوا 10 دقايق لو قعدنا على السوشيال ميديا. واهم حاجة يا شباب ان الموبايل يكون برا الأوضة اللي احنا بنذاكر فيها اصلا، عشان ما نسمعش منه اي حاجة ولا يوصل لنا منه نوتيفيكيشن او اي حاجة واحنا بنذاكر. من الحاجات اللي بعملها وبتخليني اركز جدا في المذاكرة، ان انا بجيب اي ايربودز او هيدفون او اي سماعة وبسمع وايت نويز، اللي هي الضوضاء البيضاء، وانا بذاكر. بجد يا جماعة دي بتخليكوا تقعدوا تذاكروا ال50 دقيقة كده، ما تحسوش بالوقت خالص، وبتخليكوا تركزوا بمعنى الكلمة، وبتسرحوا يعني في مود المذاكرة وكده. وبس دول كانوا كام حاجة اللي بعملها عشان اركز وانا بذاكر. يلا نبدأ يومنا. بصوا انا دلوقتي بسمع المحاضرة بتاعت المهمة التانية، النحو. كنت مراكماها من مش عارفة نزلت امبارح او اول تقريبا، فما كنت مراكماها فقاعدة اسمعها دلوقتي، بس نسيت اصور من الاول يعني. هخلصها واذاكر بقى. الضمه اقوى من الفتحه. اذا اول ما الاقي الضمه اقوى من الفتحه اعرف ان الهمزه هتكتب على واو، الهمزه هتكتب على نبره. طب لو الفتحه اقوى يبقى الهمزه هتكتب على الف. طب لو السكون. طيب دلوقتي انا خلصت المحاضرة. تعالوا اقول لكم بقى انا بذاكر عربي ازاي في وقت المراجعات، يعني في وقت المعسكر. انا براجع من نفس المصدر اللي انا ذاكرت منه في ايام الشرح، يعني مذكرة الشرح العادية جدا بتاعت الترم الاول. يعني الملخصات اللي المستر عاملها ديت او الحاجات الجديدة بفتحها بخليها قدامي، لكن مش بذاكر منها. يعني لو في حاجة زيادة او كده بقراها، انا كده كده بقراها برضو بعد لما اخلص ده. بس هو ده الاهم وده اللي بيخليني افتكر كل حاجة بسرعة، عشان ببقى مذاكرة منه اول مرة يعني. وطبعا انا بكتب عادي، بحب ان انا افتكر كل حاجة بالكتابة تاني. بكتب ال سوري، هي شيماء ارجوكي. بعد ما حليت هسمع الفيديو الحل بتاع المستر وهعلم معاه. يقول لي ميز الخيار الصحيح عند التعبير عن معنى الفعلين اللذين تحتهما خط في العباره السابقه. لو شلت الفعلين دول وحطيت مكانهم فعلين فيهم همزات. السؤال ده كصيغه يا عمنا ما جاش من 23 24 25 ما جاش، بس انا بدربك عليه، بدربك عليه برضو عشان الاملاء. ماشي. ابني لنفسك طريقا يسعدك. حاضر. واسمو بنفسك عن الدنايا. شيل ابني وحط انشئ. انشئ تتكتب ازاي؟ دي همزه متطرفه تكتب بناء على حركه الحرف اللي قبل الهمزه. ان الشين مكسوره يبقى الهمزه تكتب على ياء، يبقى على السطر غلط.
دي على السطر برضو غلط، دي غلط، دي صح. طب الفعل التاني بيقول لي واسمه بنفسك، شيلها وحط مكانها اربأ. هي اسمها اربأ، جت في امتحان ثانويه عامه كان 2021 او 22. اربأ عند حضرتك الباء مفتوحه، يبقى الهمزه على الالف، اصلا مفيش غيرها، يبقى الاجابه باء. طيب انا عايزه اقول لكم على مواعيد اللايفات اللي ان شاء الله هنذاكر فيها سوا. هتبقى يوم الجمعة ويوم الحد ويوم الاربع في ميعاد ثابت الساعة 7 بالليل. الميعاد ده هنذاكره فيه، هنبقى فاتحة لايف وكلنا هنتجمع ونذاكر فيه، بحيث ان اي حد بيبقى زهقان لوحده او مش بيقدر يكمل مدة المذاكرة دي على بعض لوحده، فانا هعمل لايفات هنشجعوا بعض فيها ان احنا نذاكر سوا. طيب انا كده خلصت المذاكرة بتاعت العربي وعملت المحاضرة وحليت التدريبات. هدخل على دلوقتي على محاضرة البلاغة عشان برضو مراكماها، فهدخل اسمعها بعد كده هنذاكرها. بريك شوية قبل ما اسمع المحاضرة، هسمع البودكاست ده وعملت نسكافيه هشربه. اوكي، وهاكل معاه السناك ده، هو لذيذ قوي وانا بحبه على طول. أن هذا المسجد إيه المجتمع كان جميل بصراحة، وكانوا يبون متطوعين زين. خصوصا من دول عربية، بحيث أنه الشخص يكون عربي. متمكن في اللغة العربية. زين. فزرتهم لاحظت في فروقات كبيرة. احنا مسلمين ما فرقنا الإسلام، لكن سبحان الله فرقتنا الثقافات. صح. فصار عندي تساؤلات عندهم، يعني انا دلوقتي هبتدي المحاضرة التانية في العربي، عايزة اخلص واحدة نحو واللي خلصناها خلاص، واحدة بلاغة، فهسمعها واذاكرها النهاردة ان شاء الله، عشان نكونوا خلصنا حاجة من اللي علينا. بقى علينا محاضرة البلاغة والمذاكرة، بعد ما اخلصها هبتدي في محاضرة الكيمياء، فهقعد اسمعها دلوقتي. انا عايزك وانت بتتفرج على البلاغه وانت بتسمع الشرح، انت بتسمعه بكامل تركيزك. لو انت في النحو بتركز 70 80%، فده ما ينفعش تعمله في البلاغه. ليه؟ لان النحو انت ممكن بعد ما تقفل الفيديو تعتمد على نفسك وتذاكر انت القاعده. البلاغه مش كده. البلاغه اي طالب عارف ان الاستعاره مكنيه، المشبه موجود والمشبه به مش موجود، ومع ذلك تلاقي كثير من الطلبه بتغلط فيها. كل الطلبه عارفه ان الاستعاره التصريحيه. طيب يا شباب، انا خلصت محاضرة العربي والحمد لله ذاكرتها وحليت الامتحانات بتاعتها، بس انا ما صورتش يعني عشان انا صورت اول مرة. فدلوقتي الساعة 12:30 تقريبا، انا المفروض هسمع المحاضرة ديت، محاضرة الكيمياء مستر خالد صقر، هسمعها وهاجي اذاكرها معاكم. كده فاضل لنا مذاكرة المحاضرة اللي سمعناها ونكونوا خلصنا مهام اليوم. طيب انا دلوقتي هقعد اذاكر المحاضرة، بس مش عارفة هقدر احل الواجب بتاعها ولا لا، عشان الساعة داخلة على 3 ويدوب يعني الحق اذاكرها، عشان الكيمياء اكتر مادة بتاخد مني وقت في المذاكرة، فتقريبا هذاكرها النهاردة وخلاص، يعني مش هعمل حاجة تانية. الحمد لله خلصنا اخر حاجة، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو وتدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتقولولي عايزين فيديوهات ايه الفترة الجاية. باي باي.